بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قشتنا لا براهش تاوسي لا باسي مانعي يكم بين الجهل. لا براهش تا المانع الأول الجهل الناشئ عن عجز لا تقصير أو إعراض. بس من كيد وهندي برقم القرآن بس كيد لا براهش تاودو دس من كيد بس كدني هندي لبلغكاني حديث باسي قصي أو كسمان كيد كوصيتي كيد من دالكاني كأجل بوشي وازيلي بكن كخوي داوي كيد وباسي هندق لأقوال أهل علم من كل لا براهش تاوسي دليل دوام للسنة دليل دوام لسر أم مسألة لسر جهل. الدليل الثاني في قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. المائدة زور لا أهل علم أم دليلان أم آيتين كتب بلغا هاولكاني عيسى سلامي خويل سربي وسلامي خويل سر أوان جبيت با عيسى ينقد هل يستطيع ربك آية پروردگاركي تو دتوانيت مائديك وتسفر خواني لآسمان ودابزيني أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله. ديالا برسالك كراوة برسالك نابزجية ناريكا حليا يان بابلين كفرة يعني حرامة. بهالحال علماء أقوال هي لسريشك لو أنا ضلين أما شكشا هب ولا تعنى إخوة تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد ذكر العلماء أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة فوعظهم عيسى عليه السلام. لو أنا يكسي بلي وكو أو كسانيك الشبهة لسر أم استدلالي علماء دروز لكن ألين شون به مسلمان بن واتا هاولي عيسى بن هاوري نزيش عيسى بن شكشان لشيها به لقدرتي خوي تعالى به شكشان لأصل قدرتني وكل بلغية كم دا باس منكد أو كسيكا الله من بسوتي أنه آوام لبكن بزان خوي تعالى من زندودكاته ونك لبروي كباوري بأصل قدرتي الله نيا بلكو لوانيه بوشوازي لبكن خوا كوينكاتوا. بهر حال جهلي هي لسرشي لسر ناسيني تواوي قدرتي الله. حواري كانش بوشوا لسر أقوالي هندق لأهل علم لمحقق لعلماء أهل السنة تواوي قدرتي خوي تعالى ينزاني وقمان ينهبوك خوي تعالى تواناي هبيه وشتيان جانبات. لا تفسير يم آياتا قرينو بو طبري إمام طبري كإمام تفسير أهل تفسيره. ولذا رد ابن جرير الطبري على من زعم أن معنى الآية هل تستطيع أن تسأل ربك هندق لمفسر كان أو تفسيري كان ألين ما بزل آياتك شون بوا آية أي عيسى تو أتوانيت أي تو أتوانيت برسيار لا الله بكي برسيار لا پروردگارك خود بكي هل تستطيع أن تسأل ربك بلان أما هليا بو لبروا عيسى داوي التوبيل يكردن لأن عيسى استتابهم ودعاهم إلى الإيمان فقال طبري الله وخبر الله تعالى ذكره عن القوم كاتي خوي تعالى هوال دا درباري أم كسان لهولاني عيسى سلامي خوي لسربي الله ينبئ بخلاف ذلك يعني يخبر بخلاف ذلك أو تأويليك عندك لأهل التفسير دي كان بيتواني راستيكيا. وذلك أنهم قالوا لعيسى إذ قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. الله كاتي عيسوتي لخواب ترسن اگر ايوه ايمان دارن چون شتيوا دلين اوان جوتيان شي ايما دما نويش تيك بخوين نريد ان ناكل منها لو ما اذا لو سفر خوانيا شد بخوين بويداو اشتيوا لخوادكين وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. خطيك بسر أن قد صدقتنا
يعني أو الشاهدك لآيتك يعني تو لقل إيما راسل كدوة. فقد أنبأ هذا من قيلهم يعني من قولهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم نانزانك عيسى راسي لقل كدون ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته. طبري الله فلا بيان أبين من هذا الكلام لمرون ترنية هيج بيانك هيج رون كاريك لمرون ترنية في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك خطيش بسراك يشا وشك مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختبارا أو برسيارة بوشي أو برسيارة دكان بو اختبار بزانين آية خوي تعالى تواني وابكا دبو خوا ما خوي كفرة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل يعني تفسير يعني طبري الله أوي أما ألين أمرايا علماء تفسير أمرايا بسندك أنا أمد ألين. وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل وأبين من شيء في هذا قول الله تعالى يعني دعاء أويكا بلغيتري باس كدول أسر أم مسألي عذر بالجهلة أما باس دكا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى قوله ونعلم أن قد صدقتنا. ابن حزم فرميت لفصل فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إيمانهم وهذا ما لا مخلص منه يعني أما تفسيرك دبي أم تفسيريا عن جام بدريو وأما باسكين أما الرأي بسند وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها خطيك بسر قالوا ذلك بعد قيام الحجة أما أنا خاصي عيسان أولي يبغي لدورة دستن لبيابان يكن لدشت يكن تعظم مسلمان بوبنا حوارين هاوري هاولي عيسى عليه السلام إيه هقسيك هاوري بيغمبران بيو نزيق بيلي يعني شي يعني علمي لبردستا هيا اگر بقسي اهلي تكفير بيت كسيك اگر خاصة بي لقل بيغمبران بي لقل اهلي علم بي علم لو شونا يبلاو بي هيج عزري شنيا نعم وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم له. أما دليلي دوم دليل السيام فيما روى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها الله من بوشيواز خويندم أو بوشيوازي كتير دي خويند وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها بوشيواز مني فيركت بكبي خوينم وكدت أن أعجل عليه خريق بو بلب كمو يعني شي عزيتي بم أو عمره كسي كيت اللي برانبر عمره اشتاق ضليه يعني باوري نكد كشتي واهبه ثم أمهلته وازم ليه هنا حتى انصرف الرشد ثم لببته بردائه دعائي قلت موا يا خم نابسر يك وبدن بو أوها بدن بو لا بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على ما غيري أقرأتنيها يعني أمر بشوازي أم قرآن كلامي دخوينيت جاواز لويك من فير بوم لتو وتو إيمت فير كدوا فقال لي أرسله وازي لبن بريبة ثم قال له اقرأ تبيني كالبيغنبري خاص الله وسلم وتي باب خوينة بزان شي دخوينة ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل بل قراءك تواوى ثم قال لي اقرأ فقرأت منش خويندم فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر قراءك توش تواوى قرآن بحوت حرف داب الزيوة حوت حرف يعني حوت لهجي قبائلي عربي نك قراءات 7
قراءات سبعنا قراءات أحرف سبع معناها وقراءات سبعش معناها أحرف بمعنى شيء بمعنى عرب قبيلة كان عرب جوازيا هي لخوان نوي هندق لكلمات قرآن فاقرأوا منه ما تيسر. ففي هذا الحديث أبي لم حديثة أن عمر رضي الله عنه أنكر قراءة متواترة أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قراءة كقرآن وعمر ولدواي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم دوام كسا بلام قراءة نازاني كقرآن ولم يكن بذلك كافرا كاتي إنكاري أو قراءة كافر نبو كإنكار قرآنشا لما كان جاهلا بها لم يبلغه علمها بين جيشتوا شارزاينية خو هر كسيك لنا وإسلام ده همو لإسلام نازاني همو إسلام شارزانابه لا يعني بقولين لكاتي كم ده يعني همو إسلام شارزانابه زوريني خلق همو إسلام شارزانابه. أشار إلى قصته ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ابن تيمية أم بلغيه ناوته ولا سر مسألي عذر بالجهل. الدليل الرابع روى مسلم قصة عائشة رضي الله عنها حين تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع. أين يذهب في ليلتها؟ شويكا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لا عائشة بو لما لكي عائشة دابو كاتيكا لما درأت الشوى بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عائشة بدوائدك حين تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع لتنظر أين يذهب في ليلتها خشية أن يذهب إلى إحدى ضراتها. وإذا تشيبوا لا يكي كتر لخزانة كاني أما عفرتك يشيشي وأزاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم تشيبوا لاي كسكاني تر لأفرتكاني. فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يعني ترساي لويك خواه ظلم اللي يحيف يعني يظلم الله عليك ورسوله ترساي خواه بيغنبري خواه ظلم اللي يبكن يعني قسم للاي بيغنبري خواه كار بيكرا وقسم أويكا شوكان دابشكي لانيوان أو خزاناني كهتا. قالت مهما يكتم الله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم يعني تماشى يعني بو يعني إنسان حرشتك بس رجبك هالخوا بيدا زانه. أما عائشة لمالي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وادا زانه اگر شتك بد زيو بسر به بشو به بپنهان به خوا بينا زانه. مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم الحديث يعني كوتا حديث. فهذا دليل على أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تكن كافرة بعدم علمها بصفة هي من أعظم صفات الله وهي أن الله يعلم بما يكتمه الناس. يعني أوني عائشة نزاني إخوة عالمة بلام آية توابي علمي إخوة زاني ونخير هتا أم حديثي لنا وشاوتوا نيزاني وكخوي تعالى هموش تيك دزاني. وهذه كلام بلغانش هندق لأهل العلم هر رخني لي دقرن بلام محققي علماء وكو ابن تيمية وكو ابن القيم وكو الشيخ محمد يكون عبد الوهاب وكو ابن حزم شندين لعلماء أمانة أكن بلغا استا اما بما كوتاي هاد با يناني هندق لبلغا كاني العذر بالجهل وشندين بلغي تريشيا أتوانين كتاب كان بخوتان بيبينن استا وجهي دوام لباسي جهل مانعي جهل حقيقتي جهل بيويست باسكين كم جهل عذرة وكم جهل عذرنية. الوجه الثاني حقيقة الجهل الذي يكون مانعا من الكفر. ليس كل جهل يكون مانعا من الكفر. همو جهلك همو نزانينك بيانون نية بو تكفير نكردن وينابي بلين عذر بالجهل مطلقا يعني أوانيتا ألين جهل هيج عذر نية مطلقا هادو شان هلان أمتيان تيكدا وسريان العالم شاواندو هادو لان بلكو دبي بلين شي ليس كل جهل يكون مانعا من الكفر بل الجهل جهلان جهل دو جهل فأحدهما لا يمنع الوقوع في الكفر وهو الذي ينشأ عن الإعراض والتفريط في العلم. جهل شان عذر نية
مانع نية ريقر نية لتكفير أو أنا كسر شاوة قلت ولا شي ولا بشت هل كدن لديني خوا كسيك بشت لديني خوا هلكا ناخويني توا درس ناخويني هولنا برسيار ناكا أو معزور نية يان كم ترخم العلم. لذا ذكر العلماء شروطا للجهل المانع من الوقوع في الكفر، وهي الشرط الأول أن الجهل الذي يكون مانعا من الوقوع في الكفر وهو الذي نشأ عن عجز هندك مرجان داناوا بي أو شرطة شي بيت شرطك بي سرشاوا قلتو بي لشيوا لنتوانينو بي دا صلاة بونو دواي أوي هولي خوتا دي بلام ناقيت علمك نادو زيتوا لسريب شي عن عجز لا يمكن المكلف رفعه مع عدم التقصير أو التفريط في التعلم. يعني جهلك سرشاوا بقريت سرشاوا قلتو بيت بيدابو بيت لشيوا لا بيد صلاتي ونتوانين يكوا كإنسان يعني نتواني لسر خويلابا دراسة أكي أخواني برسيار أكي بلام ناقيت حقيقة علمك كم ترخميش التيانة به. قال القرافي في الفروق القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة للجاهل. جاهلك نزانينك أقرب تواني لسر خوتي لابي نابت عسر بون من يسلم شعرية ما مستعيني ليه برامجي ليه كتابي ليه هموشتيكي ليه علم لبردس ما أسانا هل لخومو شد بكم بلهم والله من نمزاني أما نابي دبي بقرم شتيك دبي بيكي دبي بقري بحسكي استا خوشبختانا لموبايلك تاع علم هيا لكمبيوترك تاع علم هيا لتلفزيونك تاع علم هيا لمالك تاع كتاب هيا لشارك تاع ما مسايلية لقرك تاعتي بويا بيويستا بيجويكا شتيك بكي شتيك بلي بيرو باورك داب مزديني ببرسيار بكي بلام اگر كدت بلام هر هلت كد كوتنا هلوا او كاتتو معزوري لهم دين عقيدة وغير عقيدة دواي او هول الدا حلبويت معزوري. القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة للجاهل لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام. تهرداني شي هجن خني توا تمرد بسر أشي بلي من معزورم شتيك دتواني أمرو بينا جراوي امرود لبردستايا بيانيش لبردستايا وچندين روجي تيج لبردستايا بلام هيج هول نادي معزور نابي. فإن الذي لا يعلم اليوم يعلم في غد أمرو فير نابيس بين فير ذبي كاتي كتر فير دبي هول بي. ولا يلزم من تأخير ما يتوقف على هذا العلم فساد فلا يكون عذرا نابي بمشي وازت ودانشيت خود معنوكي أمانة نابتا عذر. وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن لا يكفر من يسأل الشفاعة من الميت. يعني شيخ عبد الله يكوري شيخ محمد يكوري شيخ عبد الوهاب ما كوري محمد يكوري عبد الوهاب بزانين درباري كسيق لمجالي شفاعة كهلي هي بزان شون شي دله عليك عمن لا يكفر من يسأل الشفاعة من الميت كسيق دعوة لمردوبك كسيق شي مردوب له فلان يكوري فلان شفاعة مبوبك لا يخوا اكو يستك خلقي كيزود دعوة لمردوب كان لا يخوا شفاعة يعني بوبكن برسياري ليه كان عبد الله كوري شيخ محمد لكتابي الدرر السنية هاتوا الله ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر أو كباسي أكن شيء من ذكر المستغيث بغير الله يسأل الشفاعة من غير الله لا لمن ذكر ولا نقول إنه كافر لما رنترها أما شركي قبورة داوي شفاعة لكسيكي مردو الله ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ وإن استمر على خطئه أقربا بردوام جو اشتيبكات لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته لبروي كسيك نبوة لوقت أو لسردمي أو دفاع بكات لا توحيد بلاو كاتوا بي بلا منابه مشيركا مع عوايا بلسانه وسيفه وسنانه
بعلم بزور بشمشير يعني جاري وهي تونا شاري منكرك هي بزور نايلي خلق بتبرستن منعي دكي بهيز بقوة وكو يستكى حكومات ببوليس بشي نالي خلشي هلقرنا ولدين فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة يعني إقامة حجة بسريدا نكرة ويا النبوة والريقي بور روشن نبوة يعني أجر كسيك إقامة حجة بسر نكرة به يان قيامي حجة خوي روي ندا به الريقي بور روشن نبو بيتوا علمي لبردز نبو به كسيك نبو به فيريكا الريقي اللي بقري با مسألة كتشيش به با دعوة كدن لقبريش به هر معذورة. وأما قولي شيخ شيخ عبد الله كوري الشيخ محمد كوري الشيخ عبد الوهاب لا الدرر السنية. وقال ابن اللحام البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا. دوي هندي قصي بيشتر قصي كدوا الله آية كسك كحكم نزانيت معذورة ين معذور نية ترتبت على هذه القاعدة فإذا قلنا يعذر كأجبرجلين كي معذورة فلان كز معذورة فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم. أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما يعني كاتك ألين جهل عذرة كاتك كسك كم ترخم نبو بي تنبلين كذبه لفيربوني علم لفيربوني حكم يوشتيك ايوه بلام كسك كم ترخمي بكا تنبلي بكا جان علمي شي وباس كرا عنادي بكا وري نقري وانا عذرني لا درت كان باس ما كدوا باس شي دكين كابو اما مرجيه كما ابي او جهله سرشاوي قلت بي لا نتوانينوا نقل تنبلي بشل كدنوا شرطي دوم إنما يكون الجهل مانعا من التكفير في حق من نشأ ببادية بعيدة أو يكون حديث عهد بالإسلام أو كان في وقت درس فيه العلم بآثار الرسالة لغلبة الجهل. وجماعة من أهل العلم من المعاصرين لا يقولون بالأخير. شرطي دوام أويك جهلك بيه سرشاوي لشي وقت بيت كسيك دور دستا علم لا ولاتكي أو لشاركي أو لديكي أو لشوينكي أو نية علماء نية علم نية وسيلة نية بو فيربوني علم يان كسيكا با علمي شبه بلام تازم مسلمان بوا أمره مسلمان بوا دويني مسلمان بوا لم رجان مسلمان بوا وهندي يشد هيا نايزاني تازم مسلمانة لو أنا هلبك لو أنا بكيتو كفري شو أما علماء محقق لعلماء أم دوانا ضلين عزرة هرشان هنديك لم زمانا لمتشدين أم زمانا بداخوا دوائش ناوكانين إيهانين لكتاب بكانينا باسي كتاب بكانينا كنشن كتابيكن ألين أمانة جنابه تولى دشتي شي دورا أجيان ناجيان تازا مسلمان بيت نخير ما دام لبشتي آدم برسالة اللي كراو إقرار كدوا ميثاق حجية عندك قالن فطرة حجية عندك قالن عقل تنها عقل حجية بيسناك أو كان في وقت إن درس فيه العلم يعني ذهب فيه العلم بآثار الرسالة يعني سردمانك ديت بونمنا يعني أو آياتانك لقرآن دا استعبيني نامينه يعني استبون زور جر لسردميك أجيب بونمنا حديث لنا خلق نبوة شريعنا وخلق نبوة علم زور كم بوتوا لغلبة الجهل. وجماعة من أهل العلم من المعاصرين يقولون لا يقولون بالأخير هندق لا أهل علم لم زمانا باسي غلبي جهل ناكن لشارك الجيد ما دام لشوني كدورة دزنيت أما يك وما دام تازم مسلمان بون نيت يتر هيك يتر عذرنية. وقالوا أما قولك أنا تمام ليرة بدوا بوردي لقل ما بن ليرة بدوا باسي شري عذر بالجهل بتايباد لمسألة شركي قبور أوانا حتى أقات الشركي حاكمية أوانا دسبيكت. ومن ادعى الجهل بالأحكام الظاهرة المتواترة وعلى رأسها
توحيد الله بالعبادة كوجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الخمر ونكاح المحارم وهو في بلد الإسلام مع ظهور العلم فلا يقبل منه دعوى الجهل مع تمكنه من العلم. ألين شيء ألين أو أحكامانك ظاهرا لإسلام دا وكو توحيد الشرك وكو نيج وكو زكاة خمر وكو خواستن وماركردني آفرتاني محرم أمانة عزريان تانية هاو شي وكاني شي عزريان تانية بو كسك لولاتي إسلام دا بجي وعلم بربلاو بي هر كسي كوتا أم هلان نوا عزرينية مادام علم هيا أما يعني وسيري ولاتك أكن سيري شوينك أكن مادام علم هيا عذر بوك سكناه النوا أجر خوي هولا داو بلام شيء دسي شي ناكوي بون منبه الله دا عشان اجتهاد يان بو خوي مقلدة يان شبهات دروز بو بالم شارع ما مستعان هبن علم هبن شخصي مقلدي واهيا عوامي واهيا وأزاني الدين بس أوي ما مستفلان كز هيتي همو برسالي شي لو دكا أول شيء كأو ديلي أو دينا أوش باسي شركي قبوري بوكا هاتشي الشركو بتفرستي هيا ليكابتشي ليكابة توحيد ليكابة دين أقل لسلو نظرية بروين لهر ولاتيك دابوين علماء تيابو علمي تيابو نم مقلد عزري بو أمينه نم مخطئ مجتهد مخطئ عزري بو أمينه ولا نكسيك بون من أخوي يعني تأويلك توشة بعزري بو أمينه وهيج كسيك لو أنا عزري بو أمينه ديلكاتك شائبينين لا تشلبوبي علم دا وكو السيوطي أكيد أنه هلي استغاثة علماء تكفيري ناكن وكو بكري كابن تيمية يك مجلدي لسريه تكفيري ناكا باشا وكو السبكي تقييدين سبكي علماء قوري إسلام من ألين استغاثة شركي أكبر نية با كفري أصغر به بلام كفري أكبر نية نابي خلقي لسر تكفير بكريه نخير كفري أكبر درستي خلقي لسر تكفير بكريه بلام همو كسيكي لسر تكفير ناكريه وكو أم طرفة كتير ألين باسكا لشويني كتير هلايا وتيكوتون أمانة هندق لأهل علم لم زمانة دين سري باسي شانكين بناو قول كان شان إهانين ورد كان جسريان باسكين إن شاء الله بلا ما قرت ما شيء متقدمين بكين العلماء أبيني أم مذهبان نية جهل لهر زمان كابه إمكاني جهل هبو كسيك لشارع بجي لدشتا بجي عالم به مقلد به متبع به جهلي بو دروز بو دص ببيد صلاتي خوينه به كم ترخبنه جهلي بو دروز بو لاجتهاد به لخطأ به لتأويل به لتقليد به هر شيء به ما دام جهلي بو دروز بو جهلك وصف جهلك عذرا وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب على خلاف ذلك وهروها شيخ محمد إيش بوي بزانا أو كساني كبناو شيخ محمد ألين شيخ محمد كوري عبد الوهاب باوري بعذر بالجهل نية لشرك قبور يا للشرك بهموي وانية بلكو شيخ محمد هروكو شيخ اسلام ابن تيمية تقريرات مذهبي أبي هنا وباوري بواها يكسي أقر بجهل كوتانية والشركي شوا هر معذورة وهي التي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله في الرد على البكري لكتابي استغاثة كرد لسل بكري ابن تيمية فرمشي ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها على ما للدين لا من معلومة نحن نعلم بالاضطرار يعني علمي اضطراري وعلمي ضروري ببي بلغ خوازي بلغي ضروري علمي الضروري من هيا لشي كديني بيغنبري خواتشونا صلى الله عليه وسلم دروس نية هيج كسيك بوي مسلمان هم يبزانن دروس نية هاوار كي تقبر نزر بو قبر سربرين بو قبر يعني هرشتك لوانيكا للشركة هيا دروس نية بانجي هيج كسي لبيغنبران بكي دروس نية وشركة جاب لفظي استغاثة بها يعني بهاد شيء كي تربيه دروس نية كما أنه لم يشرع السجود
لميت سجدة بردن بو مردو دروسنية ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور. أزانين پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نهي لمكدو يعني نهي عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما حرام شركة نهي لكراوة أما الذين معلومة بلان تماشاكا، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. خدتي بس لا بكيشة من نازانم أو جنجانا بو نستركشية كان قسم لمرونتر واضحتر سياقك سياقي استغاثة وشركة، سياق استغاثة عليه لبر أوي لكوتاي أمتيا لناو متأخرين دا لبر بلاو بونوي جهل لبر كم بونوي علم آخر من نازانم يعني ده 5 ساڵێ 20 ساڵێ پێش ئێستا 30 ساڵێ 50 ساڵێ پێش ئێستا کتێبێک نەبوو بە زمانی کوردی یا ئێستاشی لەگەڵا بە هێشتانە خەڵک باسی کام شتە تەفسیری عیبادە باوەڕتان هەبێ دەینە سەری ئینشاڵڵا باسی شێکین لە دەرسێکی ترا. يعني الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني دوم مجلد نووسی ولا سەرچی دوم مجلد بچنەوە دراسەی کەن ئاو برادرانەی کە تەکفیرەکەن با بچنەوە بۆ کتێبە دوم مجلدی گەورەی نووسیوە بەس لەسەرچی رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. رفع الاشتباه لا داني شبهة لسرشي معنى عبادة شيء ومعنى إله شيء. علماء يكوتون لا إله إلا الله نانزاني ولا إله إلا الله معنى شيء كما عبادة نزر بوشي الشركة بو عوام دزان نزر بوشي الشركة استخلقي زور مشتمر يعني أما صدها صلاة مولد نبوي ملايم يزر بسر الله عادته نهزاني عادته عبادته. رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله دون مجلدي قوريها حرهم إلى سلام موضوع أروى كما عبادته كما شركة كما معنى إله توحيد يعني شيء براسي أوانيك التكفيري خلقك كان زور ظالما بوشي لبرو خلقي لم مفاهيمانك يشاني لم شمكانك يشاني علماء يقولوا بودت وانا السيوطي التكفير كان لو أنا خلقي بالله هل الشافعي تكفيرك مالك تكفيرك السيوطي هر هيج كشينيا. بهرحال أما ابن تيمية دفرمين لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف. تا علم بو بيانك أما جويك مذهبي ملسلمية أهل السنة نالين تكفير نيا نات بياني بوكا رنبوية و زاني سركشي كده وكاتب لا توقع كافر به كيشانية. أما الشيخ الإسلام ابن تيمية وعبر عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب في أول دعوته بقوله كما في الدرر السنية. بابس لو كتبي الدرر السنية كزوجة لو قسما بنقلكا بل أو كتبي الدرر السنية شيخ فرمشي وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم. كوات جهل نية بوشي ألن جهل نية لمسألة شرك أما الشرك نية باسي أو صنمناك أو بتناك لسل عبد القادر الجيلاني هي لو أنا كسي كان بالله بشيمان بوتوا محمد يقول عبد الوهاب لما بشيمان بوتوا النخية دلوية بشيمان نبوتوا لم قوله أم قوله تقليدك بلام أما الشيخ الإسلام معناه شيء معناه ويا كسي أجر جهلي هبو معذورة بلام بيان بوي كد برون كده يصير معذور نابي وكو كسانك علينا نابي هيج كسي شات ماني كتكفيري كي وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل لدرس كانت له بتفصيل باس من كدوا. شرط السيام قال بعض أهل العلم الجهل مانع لمن كان معه أصل الإسلام ووقع في بعض الكفريات الخفية الخاصة التي لا تكون دينا ظاهرا
يخالف أصل التوحيد الظاهر فهو معذور ويسمى مسلما في الظاهر. شرط السيم ألنشي هندق لأهل علم وتويانا أم شرط إما بالتفصيل لقليانين بوي هنا من بوي مناقشة يمكن بلا سيبكن بوي أقوال أهل علم نقل بكين ألين جهل مانعة بلان بو كسيك أبي شي لتوحيد وشرك دا نبي لأصل إسلام دا نبي لتوحيد كيشي نبي بلان هندي كفري ليه وشيتوا هندي بزمانية دي هندي عبارات ديت هندي كفريات ترديت بلان لمجالي توحيد وشرك دانية ألين معزورة. أما الواقع لا براحة اشتاونو بيتان بختي شي رش نسلاو لبردستانا أما مذهبيانا. أما الواقع في الشرك الأكبر من عبادة القبور والاستغاثة بغير الله فلا يسمى مسلما في الحكم الدنيوي. ألين لدنيايا بينالين مسلمان يعني أو برادراني كألين عذر لتوحيد للشرك دانية أزاني ألين شي ألين أو كسي كإسا بي ألين مشرك بمشركي حسابكين لقيامة بينالين مشرك لا إخوايا إما لبروي عذر ناهلين وبوكسيك للشرك دابي بيدالين مشرك بس ناجزانين شيا مسلمان يان مشركة حقيقة أو هذا غير. أما الواقع في الشرك الأكبر من عبادة القبور والاستغاثة بغير الله فلا يسمى مسلما في الحكم الدنيوي لأن العذر بالجهل يعني عدم استحقاق صاحبه العقوبتين القتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. عذر بالجهل ما لكن هذا لا ينفع عنه وصف الكفر الذي تلبس به في أحكام الدنيا فلو مات على هذا أجريت عليه أحكام الكفار يعني لدنيايا أحكام كفار بونمنا أي كجيت باشا جنك إلي جابتوا لقبرساني مسلمانان نانيجري نيجي لسر ناكري كفنو دفن ناكري وكوي كمسلمان كري بانو يجيش كبار أهوالين. وأما حكمه في الآخرة فحكم أهل الفترات يختبر ويمتحن بلام لقيامته حكم الله خوي تعالى خوي تعالى بو خوي تعقيد كاتوا وكو شون كسيكا لا صدمك الجياب في غنبري بو نهات به بوشا زمان ملي لقلاك. وجاء في تقريرات بعض أئمة الدعوة النجدية وقيده بعضهم في من ولد ونشأ ومات على هذه العقائد الشركية الظاهرة كالطواف على الأضرحة والقبور أو السجود لها وللأولياء أو الاستغاثة بالمخلوقين حتى صار شعارا ظاهرا لطائفة. لا هندك لعلماء نجد لأحفاد الشيخ محمد وطلبكاني أما هاتوا لكتبكاني أنا هيا ودانا باسي أنا كين إن شاء الله وكامشي ردا لسريان ردا كانش باسكين لا أقوالي أهل علم. وقيده بعضهم في من ولد ونشأ كسك لنا مسلمانان لدايك بوبي وبلام لسر شرك ونشأ ومات على هذه العقائد الشركية كالطواف على الأضرحة والقبور أو السجود لها وللأولياء بمشي وازا يعني لسر أول دايك بوبي لسر أول شيء مرذبت. مناقشة ما قيده بعض أهل العلم في الشرطين الثاني والثالث أبدو شرطي كباس من كشرطي يكم دوم السيام يعني هندك ملاحظات لسريان. أما تقييده ما جاء في الشرط الثاني بمن نشأ ببادية بعيدة أو يكون حديث عهد بالإسلام لزور لكتيبة كان لا أهل علم بيني كانت باسي عذر بالجهل كان أم دوشتايا النوا كسيك لدشتك بادية بجي وكسيك اشتازا مسلمان بوبه أم دوانا هندك دين وأزانا تنها أم دو عذرا دلين لم دو بتلازي هيش تكتر عذرنية أو هم تقريراتاني شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد وباقي علماء الإسلام هيش حسابي كيبوناكن تنها أو بوشي وازنية أو ردك أنا أو جوابك أنا فهذا الحصر والتقييد غير صحيح بريد تنها لو دوشونا لو دوكاتا لأن العلماء حين يستثنون هذين الصنفين كانت علماء أودوا الصنفين استثناء كان دركا الله ودوانا معذور إنما يستثنونهما على جهة التمثيل
وكو تمثيل وكو مثال ينانا چونك أو دوانا يعني مظني جهلة كسيك دور الدزبه علمي بيناغا كسيك اشتازا مسلمان بوبي حتما علمي تفصيلينيا ويكون نمونا شون نمونا هنا ولا سر طاغوت كيا الشيطان فاروق الواعي عمر الشيطان طاغوت كيا جابري كوري عبد الله فرمشي كهان أوانا أمثلي طواغيت رأسي طواغيت أوانا أو رأسي طواغيت أمثلا أجينات طواغيت زورتلن ليرش يعني مظني جهل أصناف جهال زورتلن بلا ما دو مثال السرشين كاتفاق لسر إنما يستثنونهما على جهة التمثيل لا على الحصر وهو ما تدل عليه عباراتهم فإنهم غالبا ما يذكرون ذلك في سياق التمثيل وإنما نص على هؤلاء دون غيرهم لأنهم أظهر ما يبدو فيهم الجهل لا أنه لا يعذر بالجهل إلا بهما نكبو أويا بس جهل أو دوانا معذور باقي اشتتير معذورني وكل تقريرات علماء هاتوا أما لشرط السيامة وأما الاستثناء الذي في الشرط الثالث فقال به بعض أهل العلم ومفاده عدم إعذار المسلم الذي يقع في صورة من صور الشرك الأكبر جهلا منه بحكمها يعني أما خلاصي قسي هندق لأهل علم ضلين مسلمان كوت الشرك ومعزور نية يعني شرك لباقي اشتكاني ترجعك نوا عدم إعذار المسلم الذي يقع في صورة من صور الشرك الأكبر باشا جهلا منه بحكمها فإنه عندهم يعني أوانيك ألين عذر بالجهل لشرك نية لعلماء ألين شيء يرتفع عنه وصف الإسلام يعني مسلمان نية ويعد خارجا عن الملة يعني لدنيا دشيا كافرة كسيك شركي هبو بكافر حسابيكا ولا تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا أحكام مسلمان لدنيا بينادي يعني جنو خوازي لقل دروز نابي باشا كفن ودفن كدن نيوش كدني وهر وها أو أحكاماني مسلمان هيتي هيتي لسر جيب جناكره فلا يصلى خلفه ولا تدفع له الزكاة إن كان فقيرا فقير بزكاة في نادره ولا يدعى له إذا مات أقر مرد عيب وناكره تماشا ناكي معزورة يا معزورنية ما دام شركة هر كسي لسر شرك بيت بكافر حسابك ده للاي أأم كسانا لا كساني كمذهبك لأهل علم ولدرسي كثيرا إن شاء الله دين باسي أنا كين يكبيك إن شاء الله ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يضحى عنه نا قرباني بودكري نا لقبرسان دنجريت ولا يدعى له بالمغفرة ويعامل معه في الدنيا بإحكام الكفار وكو كافر معمول لقلاك بس بينيد لناو شركاية كافر لدنيا بلام نابي بلي كافر لقيامة وهذا القدر من التقرير تشترك فيه أصناف مختلفة ولكنهم بعد ذلك اختلفوا چن جروب يقل مسلمانان لعلماء مسلمانان أم تقرير ألين كسيك لا دنيا أكيد ناو الشركة معذور نية للشرك بوكو كافر معمولي لقى كريه بلام لقيامتها شيء يعني خواد زانه بلام هندي كيشدنا خوينا أمانة لتشنشتيكا جوازيان هي أم علمانيك وهذا فمنهم من يجزم بأن المسلم إذا وقع في الشرك جهلا فهو خارج عن ملة الإسلام وحكمه في الآخرة حكم الكفار فهو خالد مخلد في نار جهنم هندي كان يجدلن شيء لدنيا لقيامة جدابة كافر حسابه بلام أمانة كمينا لنا أوان ومنهم من لم يجزم بثبوت وصف الكفر في حقه هندكيش لا علماء لم طائفة لم مجموعية كألين عذر بالجهل نية للشركة ألين بيانالين كافر ومنهم من لم يجزم بثبوت وصف الكفر في حقه وإنما يجزم بارتفاع وصف الإسلام عنه ألين شي ألين بيانالين مسلمان بيانيش نالين كافر ايتشين شون ما ولينا قلاكي أمانة كم يكن لنا أو طائفة مجموعية هيك ألين همويان جروب يكن كألين أهل علمشن ألين عذر بالجهل نية للشرك بلام سير رأي دروزبو يشي شان ألين مسلمانة لدنيا
أحكام مسلماناني بيدري لقيامت دا كافر أخوات أزانه أحسن لا طائفة دوا مالين لدنيا كافرة ولا قيامتيش كافرة طائفة سيم هل لو جماعة لو جروبا ألين شي ألين نالين كافرة وناجلين مسلمانا مع ثبوت وصف الشرك فقط وأما حكمه في الآخرة فحكم أهل الفترات بلام لقيامت دا خوات زانه خوات على امتحان عندكم وهذه الأصناف المختلفة شن صنفلا علماء لأهل علم لو أنك ألين عذر بالجهل نية للشرك دا خلاصة مذهبهم في الإعذار بالجهل وعدمه في مسائل الشرك يعني خلاصي مذهب أمعى المانك وعذر أنهم يفرقون بين حكم الدنيا وحكم الآخرة فالجهل عندهم لا يعد عذرا مانعا في أحكام الدنيا فهي تثبت في حق كل من وقع في الشرك سواء كان جاهلا أو متأولا يعني أجر جاهل يشبه يعني بالتأويل شكوت بتناول الشركوا أو هر ألين اجتهاد هر أصلا لتوحيد دانية العقيدة دانية اجتهاد نية عالم شو نبي العقيدة ولا توحيد دا اجتهاد بك ولا يكون الجهل عذرا إلا في عذاب الآخرة جهل بو آخرة عذرا وألين كعقوبة ندرين فلا يحكم على المسلم الواقع في الشرك بأنه معذب في النار حتى يعلم أنه لم يكن جاهلا فإن ثبت جهله فإنه يمنع من الحكم عليه بالعذاب في الآخر درك دعاء جاهل بلا قيامت دا سزان نادرة كأبو بابي نسر أو برغانيكا أو بشيكا ألين عذر نية لا شركتا والذي عليه أكثر علماء الأمة زوريني علماء لسر أمر رأيين أم جروبا لعلماء لا أهل علم لا طلبي علم أو أني ألين عذر بالجهل نية لا شرك دا زورينين وعلماء قوركان إسلامنين أويك علماء قوري أهل الإسلام لسنتي خلافهم قصانية وكوكي ابن حزم ابن العربي المالكي والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم والذهبي ومحمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن السعدي وعبد الرحمن المعلمي وابن عثيمين وغيرهم علماء زوري من ناوي هندي كان هنا كما مذهب كان هو أن العذر بالجهل شامل عذر بالجهل شامل لكل المسائل حتى المسائل الظاهرة كمسائل الشرك وغيرها ظاهرة وخفية مسائل الشرك وغير الشرك إنسان كجهل بجهلها كجهلها بو جهلها ودبيت عذر بلام كام جهل كما رون كدوا جهل يكبي نشأ عن شيء عجز لا عن إعراض وتقصير وأن المسلم الواقع فيها بسبب جهل معتبر نسيمان جهل معتبر شو كهمو جهل يكتينيا معتبر نية أو تأويل معتبر لا يكفر وتقوم حقيقة القول بالإعذار بالجهل في مسائل الشرك على أن المسلم الذي أعلن إقراره بالإسلام والتزم بجملة أصول الدين وثبت لنا إقراره ذلك بيقين إذا وقع في بعض صور الشرك الأكبر كالاستغاثة بغير الله مثلا وهو جاهل بحكم فعله بحيث بأن إنه لا يعلم أن ما فعله شرك أكبر مناقض لدينه سواء كان جهيله لانعدام علمه أو لطروء التأويل عليه فإنه لا يحكم عليه بالكفر ولا يرتفع عنه وصف الإسلام وإنما يعامل معاملة المسلم وتنطبق في حقه جميع أحكام الإسلام يعني تماشي شي دكين كسيك كشايت ماني هنا باشا إعلاني مسلمان بني خوي كدوا التزامي ببشك لأصول دين كدوا بنويش بتايبد يعني شاتماني هي نويجي هي وكم مسلمان رفتار أكاد أو كاتي إيما باب كيوت الناو الشركي شو تماشا يكين جهلي هي جهلينية أجر لمجال الشرك دابي يعني لهر مجالي كي تردابي وكو باسم كد إن شاء الله ليرة كتايبة مدرسة هنين وعلى درسي كتير باس كدري جفي أدين موفق بن بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما
ما تصفون